سبتة الإسبانية أو بتروح على اليسار باتجاه طنجة. رايحين لسوريا، الأردن، العراق، لبنان. هاي الكلمة كلمة سيئة عنا نحن. شفتوا كم سيارة درك عبرنا مش يلي بيجوا لهون ما عندكم عذر وما تأتوا بهالمكان. هذا البحر الأزرق يا حبايب، سقى الله أيامك يا البحر الأزرق. إنها الشرطة يا صادة. الله يستر. بس تخرجوا من المغرب بترجعوا المصاري. طيب القلب ربي يسعدكم. من وين ما لكم متابعيني فلوق اليوم من مدينة الفنادق، أقرب مدينة لسبتة. مشوا معي يا غوالي اليوم برحلة نستكشف الحدود بين المغرب وسبتة الإسبانية ونطلع لأعلى منطقة بتطل على سبتة. فلوق اليوم طالعين فيه نكوش نتفرج على الحدود كيف صايرة بين البلدين. الطريق اللي عم نعبر فيه هلا هو الخط الساحلي اللي بيربط شرق المغرب بغربها من حدود الجزائر وصولا لجنوب المغرب. طريق بجنن. حبايب القلب نحن هلا دخلنا ضمن مدينة الفنادق. شوفوا اللافتة هون بتقلكم بتكفوا طول على سبتة او ميناء طنجة او بتروح على اليسار على وسط المدينة. نحن مكفين باتجاه سبتة نتفرج عليها من اعلى منطقة بالمغرب، من بعدها طالعين لميناء طنجة نودع اليوم بلاد المغرب. هون يا حبايب بيفصلنا الدقايق عن حدود سبتة. خلوني دوبر هالشحن لفرجيكم المناظر. ارفع عسلك. شوفوا جمال الشواطئ ما شاء الله، رسمة من رسمات الرب. اجمل شيء عناية ليكم سيارة الشرطة ايدي اليمين، كمان سيارة الدرك. اجمل شيء عناية الدولة هون بجمال المنطقة ونظافتها وتجهيزها للسياح، والاهم من هيك وجود كل عوامل الامان والسلامة. شفتوا اللافتة عندي هلا؟ اللافتة بتقول لك بتكفي طول على مدينة سبتة، سبتة الإسبانية أو بتروح على اليسار باتجاه طنجة. حنطلع على اليسار لنطلع بالجبل ونكشف سبتة من فوق. على سيرة إذا بتكفوا طول بتصلوا لمدينة سبتة يا حبايب بالمغربي، طول هي نيشة. هاي الكلمة كلمة سيئة عنا نحن، نفس المعنى الكلمة اللي قلت لكم إياها بمدينة الرباط إذا بتتذكروا. فمرة سألت واحد عن طريق قال لي بتكفي لقدام وروح نيشا. قلت له شو نيشا هاي عليك؟ لا يا طيب. بعدين انا فهمت ليه نيشا يعني البول. شفتوا كم سيارة درك عبرنا ما شاء الله البلد. امن امن. شايفين يا حبايب من قدام على اليمين هذيك هي سبتة. ليكم من هون بتبلش الاسلاك الشائكة. هي المنطقة ما بينصح اي انسان فيها للسباحة، هي منطقة بين حدودية، فاذا بينزل الواحد هون يقول على الدنيا السلام. هلا يا غوالي مثل ما قال اللافتة اذا بنكفي طول بنفوت بسبتة، اذا بنطلع من على اليسار بنطلع باتجاه ميناء طنجة. نحن طالعين على اليسار في منطقة جبلية دلوني عليها حلوة اسمها كافيه بانوراما، بتطل اطلالة بانورامية على المكان. مشوا معي نتفرج عليها سوا. للاسف يا حبايب اللي تابع الفيديوهات الماضيه شاف صورت بالدرون من بلاد اوروبيه، بس بالمغرب ما كنت عرفان انه بدها تصريح فما قدرنا نصور لكم بدرون من هون. كل رحله المغرب للاسف ما كان فيها تصوير درون، بدها تصريح من السلطات، لازم تحصلوه مسبقا قبل ما تجوا للمغرب. اذا جيتوا معاكم درون تتركوها عند الجمارك، تستلموها لما تطلعوا من المغرب مره ثانيه.
جبلية رائعة هون رائعة، لو تشموا ريحة الهواء حتى الهواء بارد. طلع علينا بس ندور على الكافيتيريا اللي قالوا لي عنها، قالوا لي عنها طالة بانورامية لتحت. مميز المغرب، دائما كل مدينة في شيء بيميزها. كيف طلعنا من شفشاون كلها زرقاء، هيك هون كل شيء ابيض، ابيض ناصع كمان. قطعت على اليمين لاني ضيعت بصراحة عن الكافيتيريا البانورامية. المكان هادئ هادئ بشكل خرافي. هي سبتة. وصلنا والله. شايفين على ايدي اليمين هي سبتة، واضحة عليكم الحدود. هلا بس انزل بصور لكم الحدود تماما، في سلاك شائكة وحدود بين البلدين. بجوز عم تسألوا حالكم ليش عم نكوش. حبايب انا رحالة، انا بحب النكوش، بحب الاستكشاف. سألوني شو اكثر شيء بتحبه، بقول لك لما بابا حدود. والله هي الكافيه ليك بالفعل اسمها بانوراما. الله المنظر، الله. استنوا لفوت لجوا واصور لكم بكاميرا اوضح. الله المنظر، الله. انها الحدود بين سبتة والمغرب يا سادة. هذيك سبتة وهون المغرب. يلي بيجوا لهون ما عندكم عذر ما تأتوا بهالمكان. تعالوا شوفوا اولادي برا. حبيبي ربي يسعدك. والله الشباب ما قصروا، غسلوا الموتور ودهنوا لي الجنزير زيت كمان، شحموا ودللونا. متجهين يا غوالي لمدينة مدينة مين؟ متجهين يا غوالي لميناء طنجة. هلا بدي اعبركم بواحد من اجمل التراث اللي بتعبروها بشمال المغرب. دوسوا لك. هاي التراث واحدة من أجمل التراث يلي بتعبروها بالموتورات والسيارات كمان. أنا اخترت أنزل بالطريق السيار بنزلتي بالمغرب من طنجة باتجاه الرباط، لأني عارف حالي بدي أرجع من هاي التراث. جمال مو طبيعي، سبحان الله على المنظر، ما شاء الله على المناظر. والله قلبي ماسكني، مزعوج لاني طالع اليوم من المغرب. تعالوا فرجيكم هون على اليسار شو حاطين للعالم. قلت لكم المغرب تجربة حلوة، بكل مكان في شيء هيك بغير لك جو، كل مكان له طابع مختلف. ليكوا حاطين هون استيجات للعالم اذا حابب تتصور. حلوة، فكرة حلوة والله. شوفوا الاطلالة والمنظر، الله الجمال السواحل اللي هون. الشيء الحلو حبايب انه ما في ريحة البحر المزعجة، بالعكس الهواء نظيف ونقي، خصوصا انه احنا هلا بالجبال من فوق كمان، والحرارة معتدلة بشكل رائع. ادعس يا شاهين ادعس. متجهين يا غالي لميناء طنجة، برجع لكم من الميناء. رجعت لكم قبل المينا بس لفرجيكم لون المي الفيروسي من هون. رائعة رائعة، الله المنظر اللي هون. قالوا لي كمان الساحل الغربي لطنجة رائع، بس انا ما زرته هي المرة، ان شاء الله بالموسم الثاني بنزوره.
هذا البحر الازرق يا حبايب، سق الله ايامك يا البحر الازرق. مصايب ولا مصايب. سيدي احترامي سيدي، يعطيكم العافيه. ولك والله لا خليك تقول الله يرحم ايامك يا قبرص، سق الله ايامك يا البحر الازرق. انه ميناء طنجة على ايدي اليمين يا غوالي، انت اسرق. وصلنا يا حبايب. اذا جايين على المينا الحقوا دائما لافتة اركاب السيارات. ايوه هون بندفع يا سيدي، ما خالفنا ولا مخالفة بهي الرحلة. بريئين يا سيدي. الله يستر. هلا اذا معكم موتور عادي يعني بتكسروا القواعد. احتراماتي سيدي، ربي يسعدك. حبايب لازم تعملوا تشيكين اول شيء بالباخره اللي بدكم تركبوا فيها، ثاني شيء اذا جايين معكم مركبه الجمارك عطتكم ورقه عند الدخول، لازم ترجعوا بنفس الورقه اللي عند الجمارك بيعطوكم فيها تصريح خروج. يا الله، ناخذ موبايل معنا احسن ما يحلق. ولد عمي نازل هلا ساوي تشيكين بالباخره، مثل ما انتم شايفين قدامكم الشاشه، تشوفوا الباخره تبعكم اذا مفتوح وقت التشيكين مثل المطارات تنزلوا تعملوا تشيكين. هلا اولاد عمي بعد التشيكين خطوه مهمه كثير، اذا زاد معكم مصاري، اذا ما صرفتوهم كلهم بالسفره، خلوا معكم ايصالات، خلوا معكم الايصالات يلي صرفتوا فيها المصاري من البدايه، من اليورو من الدولار من اي عمله اللي كنتوا معكم، بس تخرجوا من المغرب بترجعوا المصاري للعمله اللي جيتوا فيها بنفس القيمه. اسبانيول؟ لا عربي. عربي. 122. 122. شكرا. انها الشرطه يا ساده، انها الشرطه. هنا يا ساده يكرم المرء او يهان. يا بتدفع لك 2000 يورو مخالفات، يا بيقولوا لك تفضل مع السلامه الله معك. ولاد عمي ختمنا عند الجمارك مثل ما قلت لكم للموتور، والباسبور عند الشرطه، والامور كلها زوينه مثل ما اتفقنا. هون اصحاب السيارات دائما بيكونوا متوترين، علاش الموتور ماشي قدامي؟ علاش الموتور عم يفوت بين السيارات؟ انا ما تديرش معنا بحال هكا. وما عنديش ماشي انا وانت دير شيري دير مزيده. فهمتيني، انا ما عنديش مشكل. حبيبي اعطينا التيكت بعدين نتفاهم معه. سير على الله، سير ما عارف مين دخل، انا غنشوفه له دابا. انطلقنا يا حبايب الى اسبانيا. دايما في واحد عصبي بده يكسر الدور كله على اساس الوقت حتمشي اسرع من شانه. شوفوا ما شاء الله الرحاله كيف معبيين الموتور تبعهم، صراحه انا هيك ما بقدر اسافر ابدا. هي مو سفره، ما ضل غير اخذ معي شحن تمشي وراي. الموتور فيه بالميت 500 كيلو.
شايف هون بالباخرة كثير مهم تنتبهوا على ربط الموتور. الباخرة بتهتز خلال السفر اذا الموتور ما هو مربوط صح، لا سمح الله تصلوا للمكان اللي رايح له والموتور قالب. اولاد عم المشاهدين بكل اسف بدي اودعكم اليوم، هون بتكون خلصت رحلتنا بالموسم الاول. يا غوالي الموسم الثاني نازلين فيه لجبال الاطلس وللجنوب السوسي بالمغرب كمان. الموسم الثالث باذن الله اخذكم لبلاد المشرق العربي، رايحين لسوريا، الاردن، العراق، لبنان، ان شاء الله بنفتلهم بلد بلد ونعيش احلى تجربه باحلى رحله. جايك يا طيب، استنى عليه على مودع المشاهدين. كونوا بخير يا غوالي، بامان الله، الله يحفظكم بالسفر والحل والفرحان.